السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للجميع. نشوف واش يقول الإعلام التونسي عن حفل جوائز الكاف، وعن البنية التحتية اللي موجودة في المغرب وخاصة في مدينة الرباط، وبذلك يفندون أقوال وإعلام الإعلام الجزائري. ما تنساوش من الانتساب إلى القناة، وشكرا جزيلا لكم. والحق يقال أن ما شاهدته وأجزم أن المملكة المغربية فهي جاهزة بكل جوزية بمعنى أتم الكلمة لهذا الحدث. حدثين هما كأس إفريقيا الأمم وكأس العالم. دي نحن كل ما تصير قائمة لما تكون معناها فما جدل في الموضوع هذايا، ولكن كابتن المطلوب من الملاعب شنو باش يمشي ليكيب ناسيونال؟ انه يتألق في النادي نتاعو، وما يتألقش في النادي نتاعو في ماتش ولا اثنين، يتألق على مباريات، عدد من المباريات. استقرير صاحب الرحلات المكوكيه كابيتان وخالد حسني، مرحبا بك. شفتوا رحلات مكوكيه خويا ويحطوني مراسل مراسل رسمي. وانا رايد كابتن والله العظيم. عوده من المغرب، كنت في المغرب كابتن وحضرت. نبدا بالشكر اولا للسيد محمد مقروف، الناطق الرسمي للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، هو اللي استدعاني شخصيا لحضور الاوار 2025. معناها حدث كبير سمير الاولاد، حدث اول مره حق معناها نحضر في هذا الحدث. نشاهدوا في صور الكابتن منور مع انفانتينو هكا رئيس الفيفا. وحق يقال ان المملكه المغربيه كانت في مستوى عالي في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي جمع اكبر شخصيات كره القدم، كانوا من المسيرين او من اللاعبين. واكتشفت انا حتى اللاعبين معناها يكبروا كما يتو لما عقلتوا. ما عقلتوش يتو، فهمتني. والحفله ذي حفل تقديم الافضل اللاعبين وكذا. كما شاهدتم يمكن اللي معناها نصيب الاسد كان للمملكه المغربيه. الحق بول المغرب حارس حكيمي، والحق يقال انه سرقوه في الحق معناها في البالون دور. وحكيمي معمى هذا نجم كبير يلعب في الفريق اللي فاز بكأس العالم واحدة. فما زاد بنية زاد غاديكا، والمنتخب اللي فاز بالواحد. والاجواء كانت، وانت مثلت بلاتو الاحد الرياضي احسن تمثيل. احسن تمثيل وانت ريتهم ويعرف علاش فهمتي. والحق يقال معناها في اونتر بارانتيز بارانتيز. انا وقتها جيت ان بي كوريو الحق، زرت المنشآت الرياضيه، واستطيع ان اقول المنشآت الرياضيه التي ستحتضن كأس افريقيا الامم وحتى كأس العالم، خاطر فيه ملاعب اللي هي مصنفه كأس افريقيا، وفي ملاعب اللي مصنفه كأس افريقيا وكأس العالم. والحق يقال ان ما شاهدته واجزم ان المملكه المغربيه فهي جاهزه بكل جوزيه بمعنى اتم الكلمه لهذا الحدث. حدثين هما كأس افريقيا الامم وكأس العالم من كل النواحي. منشآت من طراز رفيع. المنتخب التونسي مش يلعب في ستاد اولمبيك دو رباط، الملعب الاولمبي في الرباط، قريب لملعب مولاي عبد الله اللي هو سيحتضن اول مباراه واخر مباراه. هو زاد كيف في كأس افريقيا وفي كأس العالم. 67,500 متفرج، ومعناها امور عاليه والتقنيات عاليه جدا. نقول مبروك للمغرب اولا. ثانيا نقول زاد اللي اول مره في تاريخ كأس افريقيا اللي كل فريق عنده سون تيران دونتريمون، ملعب تمارين وحده من جهه، وملعبه احنا عندنا ملعب ما يلعب فيه كان تونس، وفندق ما يقعد فيه كان تونس. هما الفكره كانت باهيه خاطر باش يحتمل الامطار يحتمل كذا باش معنى العشر كذا. واخيرا وليس اخرا اتمنى لفريقنا الوطني حظ سعيد. وشكرا لسي محمد وشكرا للمغرب.
شاء الله طبعا حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي اللي قبل البطوله الافريقيه باش يكون موجود في مونديال العرب. وقائمه المنتخب الوطني التونسي لمونديال العرب كان اعلن عليها المدرب الوطني سامي الطرابلسي. قراءه في هذه القائمه: محمود بن سليم، عماد كيلاني، ليلى حامد، وهناء العويد. تشكيلات بارك الله عليه. التشكيلات الكل اللي تكهن بها من هون من اللي بدينا كلها صحيحه. كابتن كيفاش باش نبداو التشكيل باش نبداو بها مونديال العرب، خاصه كما قال حموده وغيابات لاعبي الترجي وملاعبين باش تلتحقوا مخر، كيفاش باش يتعامل سامي مع الوضعيه هذه؟ سؤال حموده بن سليم يؤكد ان هناك عدم تنسيق تام بين الهياكل الرياضيه التابعه للفيفا. انت الفيفا اعترفت في الكاس العربيه، اعطيها كل ظروف النجاح. صحيح. مش معقول الكاف تعمل لك اخر مباراه 29 كل لاعب تو تشوف الحدادي في نيجيريا، برمضان يلعب في المغرب، وسباعي الترجي يلعب في انغولا. وعده لاعبين اخرين كما النفاتي كيف عنده مقابله براج النفاتي 22 29 يلعب من اجل السقوط الدرجه الثانيه في الدوري السويدي. يعني باش تعرف نفس الشيء، حتى اللاعبين كانت تحب اللاعبين يلعبوا في قاره اسيا. يوم 9 ديسمبر في وسط كأس العرب هناك جولة تشامبيونز ليج الآسيوية. يعني عدم تنسيق تام، وبالتالي هذا علاش سؤال حمودة هو مفصلي، لأنه عندك تقريبا 13 لاعب مش يلتحقوا قبل يوم من المباراة. سباعي الترجي يلتحق تقريبا يوم 30، عندنا دنداني يلتحق يوم 4، مستوري يوم 5، يعني مقابل الأولى والثانية ما يلعبش. والغربي يجي يوم 8، يعني باذن الله بعد المرحله الاولى اذا كانت اهلنا يكون موجود. وبالتالي نشاهدوا هناك تناسق في فكر الناخب الوطني اذا كان نرجعوا للكونفوكاسيون تاع الملاعبيه سبتمبر اكتوبر نوفمبر. علاش؟ لانه اللي خرج الجزيري اختيار فني بين شواط مستوري، ونعرفوا الجزيري المرحله الصعيبه اللي عداها مع المدرب السابق في الزمالك، غربال دونك فاليري بعده بن علي. وللمعلومه بن علي نحس انه مش يتنافس في البطوله العربيه مع نفاتي على مقعد في كاس افريقيا. فراس بالعربي كيف رغم انه ينشط في دوري خليجي كان يكون موجود، لكن اختيار فني لما شافوه في موريتانيا. وعصام جبالي المصاب. 4 في المحور: مذيع حدادي صحراوي جلاسي. 2 اظهر نفاتي بن علي، معلول بن حميده كاظهر يسار. وسط الميدان فيه فرجاني، حاج محمود، تقاء، برمضان، جبالي والغربي، 6 لاعبين. وهنا غياب العيدوني اعتقد كلاعب بخصال لاعب ارتكاز محوري فكاك تنقصنا في ال6 لاعبين هذوما. سليتي وعنان نجموا سونتينيل صحيح معناتها. سونتينيل صحيح، كان عندنا السخيري وبعده العيدوني الاصابه نتاعو تمنع انه يكون موجود. العيوني والدنداني على اليمين، وشواط مستوري. جربنا فرجاني ساسي في المركز ضد ليبيريا لما تلعب مع منافسين اقل منك يلعبوا في دفاع المنطقه. جربنا فرجاني. نجاوب شكون لي زالتيرناتيف الاخرين؟ شكون نجم يلعب؟ حاج محمود. يمكن حاج محمود يكون غادي اللي ينشط في لوغانو في سويسرا، لانه برمضان، تقا، جبالي، غربي كلهم تقريبا يصنعوا لاعب. حتى تقا ينجم خصوصا في الاثنين لما تلعب 4-2-3-1 ما عادش عندك مشكل تلعب تقا فرجاني، برمضان فرجاني كما لعبنا بدينا مباراة الأردن، المباراة المنتخب اللي فاتت في الجولة الفاتة. وبالتالي إذا كان ملاعبية تجيك يوم 30 وتلعب للوندومان ماتش، أكيد عندك على اليمين نفاتي وبن علي لازم لاعب منهم مش يلعب، مش يكون موجود، والاثنين مش يلتحقوا يوم 30. في محور الدفاع عندك حدادي يلعب يوم 28 يلتحق 29 على الأقل 48 ساعة يمكن يكون معها الصحراوي. وفي الهجوم عندك شواط، عندك سليتي، العيوني. وسط ميدان حاج محمود، فرجاني. ولازم تختار واحد يمكن يكون برمضان، لأنه يمكن يجي قبل يوم من لاعبي الترجي. سمير، رايك في القائمه اللي استدعاها سامي الطرابلسي؟ باش ما نعاودش الكلام نتاع نادر وعمليه التنسيق بين الانديه والفيفا والكاف وكل هالامور هذه كلها، لانه مش معناها معقول انه المنتخب التونسي الملاعبيه نتاعو وملاعبيه معناها مهمين يلتحقوا قبل بنهار مع سفر طويل. ملاعبيه الاسبيرونس شوف وين ماشيين، ومن بعد باش يلتحقوا
بقطر وشوف فينا ظروف باش يلتحقوا وفي اي امكانيات حتى على مستوى التركيز. هذه النقطه الاساسيه المهمه. واكيد انا عندي ثقه في سامي الطرابلسي انه يلقى الحلول بالنسبه للماتش الاول على الاقل، ولكن فما تساؤلات صراحه بالنسبه للقائمه هذه. هو متعودين احنا كل ما تصير قائمه لما تكون معناها فما جدل في الموضوع هذايا، ولكن كابتن المطلوب من الملاعب شنو باش يمشي ليكيب ناسيونال؟ انه يتالق في النادي نتاعو، وما يتالقش في النادي نتاعو في ماتش ولا اثنين، يتالق على مباريات، عدد من المباريات، استقرار في المردود. اليوم احنا بعد 15 الماتش من البطوله المحترفه، فما لاعبين تالقوا تالق كبير ياسر وما همش سانسيرمون ما همش موجودين. كان تحب تلعب سامي الطرابلسي في بعض الاحيان يحب يلعب على الكونتر ويحب يستغل المساحات. احسن اللاعبيه خليهم في تونس، بالنسبه لي انا اولاد بيا 6 اهداف من احسن اللاعبين اللي يلعب الكونتر ويستغل المساحات بالسرعه نتاعو وياد بالوافي. اذا ما تكلمناش على الرحماني جرزيز وما تكلمناش على راقي العواني، كيما هكا المنطق. ولا تحبوا الملاعب يعمل يطير هذوما لاعبيه متالقين 15 ماتش ومسجلين الاهداف وما همش موجودين. تقول لي سيدي شوا، انا نحترم القرارات نتاع المدرب، نحترم، ولكن انا كمواطن تونسي بسيط اتساءل. غربال حاجه علي والحرزي مشيت مصر، ماتش اللي 2 ماتش اميكو لعبوا من مصر اضروا بهم صحيح. ورغم اني في ظروف كانت معينه وظروف خايبه ياسر معناها محقوهم هكا، سامحني في الكلمه، ولكن هذاك هو. سامحونا في الكلمه والله، سامحونا في الكلمه، لكن هذاك هو. لكن غربال بالنسبه لي انا، غربال على اليمين عنده المكان نتاعو، ماهوش اساسي حتى احتياطي في المجموعه. حاجه عليه نفس الشيء، لانه يقوم بادوار متعدده، ينجم يلعب في مكان معناها في وسط الملعب، يعطيك ادوار متعدده. بكار سي اس اس بكار في 3 مدافعين تقع على اليسار، ولا يلعب بيستون، يلعب حتى قدام الدفاع. بكار اللي مسجل 6 اهداف ومتالق تالق كبير ياسر. وريفيلاسيون بالنسبه لي انا نتاع البطوله الموسم هذا شيخاوي الاتحاد الرياضي المونستيري. شيخاوي عدى 15 مباراة من طراز عالي جدا، كان يمكن يكون. هذه تساؤلات، انا نعرف انه سامي عنده معطياته وعنده علاش اختار، نعرف، ولكن كمواطن لابد ان اتساءل ونقول للملاعبيه هذوما الكل معناها شدوا صحيح وكملوا الموسم بطريقه معناها باهيه، وان شاء الله في قادم معناها المناسبات يكونوا موجودين. كابتن صعيب الدخول باش يكون صعيب في البطوله العربيه، ملاعبيه تخلط مخر، حتى المنافسين نتاعنا مازلنا ما نعرفوش، ما نجموش بتيتر توا قاعدين نفيزيونيو في الناس الكل وناخذوا الفكره، مازلنا ما نعرفوش رواحنا الزوز انديه اللي باش يكونوا معانا بعد المباريات الفاصله، يعني تحضيرها صعيب البطوله العربيه. ولا بارك الله فيك والاولاد يعطيهم الصحه. شو باش نزيد؟ الرؤيه غير واضحه. انت ماشي التورنوا، ماشي البطوله وانت حاط فيها معناها احلام. البطوله هذه كيف كان الاعداد والاستعداد، الاستعداد ثم الاعداد ياتي البطوله. ما فما حتى لا اعداد واستعداد. توا كلام هذا من الطياره جاي يجي ما شوف يرقد ما يرقدش، يلعب خدهم هذا شو لازم يلعب هو. ما عندنا اخويا انا واحد من الناس، ما بكل احترام الناس الكل نقدروا سي سامي وبتاع كذا، سي ان شوا جو في ريسبكتي، ولكن يا خويا كل واحد عنده منطقه وعنده زاويه. انا كنت اتمنى أنا فما ليستا نتاع كوبارا، هذا هو فات الحكايه. وبارك الله فيك خويا سمير، جاوا عملوا كليكيب ابريم في دقيقه، لموهم في طياره وهزوهم بالسيف باش يقدموا، عمرهم ما لعبوا مع بعضهم بالسيف باش يقدموا كل المستوى هذاك. المستوى هذاك اثر وانعكس على الراي العام بالضبط، والراي العام اصبح عنده فكره عليهم سلبيه جدا، ما نتبعوهمش احنا الراي العام بشيره، وانا مدرب شيره. تبقى كما قلت ولاد بيه، انا نزيد السعفي، نزيد الطرابلسي تاع كونستراكسيون، شو محلاك الوليد هذاك معناها باش نعملوا جمعيه مول المستقبل، نعملوا جمعيه ايش بيهم يا اخي هذا الكل معناها الراي العام الكل ما عندناش ملاعبين. ما شوف معنى كي ما عندناش ملاعبين ما عندناش بطوله، ما عندنا حد شيء، ما لما نشاركوا في حد شيء. جاء وقت يفو فير لا بار دي شوز. ما شنو هو ليسونسيال؟ اي نو لو سوبر فلو بالنسبه لي انا
بالنسبه لي انا خويا كاس العرب قال فيها فلوس، شكون قال لك مش تربح الفلوس هذيك؟ انت مش تضحي بالولاد، مش تضحي بالواحد نتاعهم. اسبيرونس 7 ملاعبيه جايين من طياره، هذيك لا جورير مانيش عارف يعمل في الشوفمون يبو سي بليسي. عايشكم افضلكم. معناها كنت اتمنى توا مالي فيه، كنت اتمنى ان تكون ليستا هكا وليستا هكا وانترنور هكا وانترنور هكا، ولا معناه كل واحد يتابع بمأموريته، وهذاك هو حظ سعيد. وعلى شو نقول؟ بيان سور.